السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. معاكم وفاء مصطفى. هعمل معاكم النهاردة كيكة هشة ناجحة، لونها فاتح، خفيفة، طعمها روعة، من غير يا جماعة لا خلاط ولا مضرب كهرباء ولا عجان ولا اي حاجة. هنعملها بطريقة بسيطة جدا وهتطلع انجح واخف واهش كيكة عملتيها في حياتك. بدل ما ولادك يروحوا يشتروا قطعة من دي كده بمبلغ وكل شوية يشتروا كيك من السوبر ماركت، هنعمل النهاردة كيك السوبر ماركت بس أحلى بكتير. زي ما انتم شايفينها كده، هنعمل حوالي 50 قطعة من مقادير بسيطة جدا. الكيك هيطلع معاكي أروع ما تتخيلي، من غير تعب ولا ما هتستخدمي مواعين كتير ولا خلاط ولا مضرب ولا أي حاجة. على بركة الله بقى، تعالوا نشتغل ونشوف هنعمل ايه. مبدئيا كده هنجيب طبق كده يكون ناشف. الطبق اللي انا شلته ده كان فيه نقطتين ميه، فجبته شلته وجبت واحد غيره. هنبدأ نشتغل على طول. النهاردة الكيكة بتاعتي هعملها ب3 بيضات، وزي ما انتم شايفين ال3 بيضات مش كبار قوي. يعني المقادير البيض الابيض العادي، مكون البيض الابيض اللي بنجيبه عادي من السوبر ماركت، 3 بيضات. البيض بدأ يرخص شوية اهو، الحمد لله، يا رب يرخص بقى يعني ويرجع زي ما كان. وهنا حط عليهم بشر 3 ليمونات كبار لونهم اصفر. لازم الليمون يكون اصفر وكبير كده، ونبشر 3 ليمونات. وكمان خدت العصير بتاعهم هحطه بعد كده. سكر حطيت يا جماعة 1 كوباية وتلت من السكر، وهقلب بقى بالمضرب السلك. كل شغل هيبقى بالمضرب السلك. السكر مع بشر الليمون مع البيض، وما حطيتش فانيليا، مش محتاجة فانيليا خالص الكيكة دي يا جماعة. لو حابة تحط لها كيس فانيليا ممكن، بس هي مش هتحتاج، يعني ريحتها مش محتاجة فانيليا خالص. انا قلبت بالمضرب 2-3 لغاية ما الخليط بتاعي بقى فاتح كده. اول ما يبقى فاتح كده اعرفي ان السكر داب، ولازم السكر يكون ابيض وناعم عشان يدوب بسرعة وعشان يخلي الكيكة بتاعتك كمان فاتحة. نص كوباية من الزيت، زيت عباد شمس او زيت ذرة. حطي طبعا زيت عباد شمس ارخص. وهنقلب بقى كويس الزيت كمان مع المكونات. مجرد تقلبتين 3 كده بالمضرب برضو اليدوي. وتعالوا بقى نشوف الدقيق بتاعنا. بصوا يا جماعة، النهاردة استخدمت 2 كوباية من الدقيق اهم، نخلتهم وحطيتهم في طبق، بس هحطهم وهنخلهم تاني فوق خليط البيض مع السكر ده. معلقتين كده بمعلقتين وبمصفى سلك هنخل. ودلوقتي هحط كيس بيكنج باودر. ده كيك شيف، كيس بيكنج باودر كيك شيف 23 جرام. تقدري تحطي اي كيس بيكنج باودر عايزاه، مش شرط كيك شيف. واي مقدار كمان، مش شرط 23 جرام، يعني ممكن 16 جرام ينفع معاكي. انا حطيت كيس فانيليا، وده اختياري، لو مش حابه تحطيه ما تحطوهوش. وهنكمل بقى الدقيق كده، هنقلب ونحط دقيق تاني، معلقتين بمعلقتين. ومقدار الدقيق بتاعي زي ما قلت لكم 2 كوباية دقيق من نفس الكوب اللي انا حطيت بيه الزيت والسكر، اللي هو الكوب العادي اللي بودن كده، اللي عندنا في كل البيوت، سواء الشكل اللي انا استخدمته او شكل المج العادي. بصوا يا جماعة، ده عصير ال3 ليمونات الكبار اللي انا خدت البشر بتاعهم، برضو خدت العصير بتاعهم، صفيته طبعا عشان ما يبقاش في اي حاجة، ونزلت بيه على الخليط اهو وبقلب بالمضرب. وهنزل بقية مقدار الدقيق بتاعي بقى كله خلاص كده. وطبعا لسه ما حطيناش لبن خالص، فانا رحت اجيب اللبن واحطه في الميكرويف يسخن، والخطوة دي مهمة جدا. انا عايزة اللبن يا جماعة يكون سخن سخن بجد، يعني يكون داخل كده على الغليان. والخطوة دي مهمة، بتخلي البيكنج باودر يتفاعل بسرعة مع الكيك، والكيك يبقى هش جدا. وكمان بتدوب اي حاجة تكون ما دابتش في الكيك، يعني بتدوب اي كتلة دقيق تايهة كده جوه الخليط بتدوبها. بصوا، هننزل بقى باللبن، بس انا هحاول اقلب كويس شوية والم كده الاطراف، عشان في ناس بتقول لي فايدة اللبن السخن ايه. هي فايدته زي ما قلت لكم، بتنشط البيكنج باودر، بتخليه ينشط، ولما يبقى فيه فقاقيع كده على الكيك اعرفي ان البيكنج باودر نشط وشغال كويس جدا. شوفوا كمان يعني لو في اي تكتلات تحت في الجوانب، اي قطعة دقيق في النص كده تايهة متكتلة، كل ده بيهبط الكيك. فاللبن السخن هيدوب اي حاجة وبسرعة ومن غير اي تعب.
وبصوا بقى الخليط بقى خفيف ازاي، وبصوا الفقاعات بقى اللي ظهرت في ثواني فوق الخليط يا جماعة. طبعا الفرن بتاعي شغال، انا مشغلاه على حرارة 180، شغلته من 10 دقايق تقريبا، مش اكتر من كده، اقل كمان من 10 دقايق. وانا بوريكم خليط الكيك قد ايه خفيف، وطبعا عشان اللبن بتاعي سخن فهتلاقوا الخليط خفيف كده، ما تقلقوش، هو كده الخليط مظبوط. انا هحط النهارده في قوالب عشان يبقى شبه كيك السوبر ماركت كده اللي ولادنا بيشتروه. تقدري تحطيه في صينيه مقاس 30، اكبر صينيه عندك حط فيها. انا هدهن القوالب بسمنه خفيف خالص. بصوا يا قطعه السمنه دي هدهن بيها 4 قوالب. وشوفوا انتوا لو هتشتروا القالب بس من ده هتشتروه بكام، بيتباع باكتر من 20 و25 جنيه دلوقتي قالب كيك زي ده كده. شوفوا احنا عملنا 4 قوالب من 3 بيضات وكوبايتين 2 من الدقيق وبقيت مكوناتنا، وطلعنا يعني مقدار كبير. دهنت القوالب كلها من تحت ومن الجوانب. انت لو تحطيه في صينيه مقاس 30، اكبر صينيه عندك، وحطي فيها خليط الكيك، تكون صينيه من الالومنيوم او من يعني اي حاجه انت بتسوي فيها الكيك وعارفه تسويتها. انا هحط بقى ال4 قوالب كلهم، والكيك هيبقى لغايه نص كده القالب، ان هو طبعا لازم نديله مساحته ان هو هيستوي وهيعلى وهيوصل لاخر القالب. طبعا لو حابه تحطي مقدار اكتر من كده وتخليهم 3 قوالب بس، والكيك يطلع بره القالب كده ويعمل شكل كده حلو فوقيه، تقدري تعملي كده، بس انا حبيت اكتر يعني عدد قطع الكيك. اهو يا جماعه شايفين. هدخله بقى الفرن، قعد في الفرن 30 دقيقه بالظبط وطلع بالشكل ده. طبعا لازم القوالب تكون محطوطه في صواني من الالومنيوم، يعني دخلتها تستوي في نفس الصواني عشان التسويه بتاعتي تبقى يعني مظبوطه. القوالب لو دخلت لوحدها يعني تتحرق من تحت. وطبعا طلعتها من الفرن سبتها تبرد زي ما انتم شايفين كده، اخدت لون حلو من كل ناحيه وهي كده بردت. اول ما تبرد هجيبها لكم كده واوريها لكم اهي. شايفين يا جماعه 4 قوالب كيك انجح من بعض بطريقه سهله جدا، مكونات بسيطه ومن غير اي تعب. شايفين جمالهم؟ جايلك بقى يعني ضيوف وحابه تقدمي لهم حاجه كده مع يعني مع الشاي، هيبقى حلو قوي ان انت تعملي الكيك ده بسرعه جدا، ما بياخدش وقت خالص في الفرن، يعني هي نص ساعه وعمايله ما اخدتش 5 دقايق، وطلعنا 4 قوالب كيك زي ما انتم شايفينهم كده. تعالوا بقى نقطع الكيك بتاعنا ونشوف الكيك عامل ازاي. بصوا يا جماعه الجمال والحلاوه، وبجد الطعم رهيب جدا. كمان ميزه الكيك ده انه يتاكل في ساعتها، يعني ممكن يتاكل اول ما يبرد على طول، مفيش فيه اي ريحه بيض خالص عشان الليمون اللي احنا حطيناه فيه. شايفين يا جماعه الهشاشه والخفه واللون الفاتح، كيك ما فيهوش غلطه بجد. هو ده كيك السوبر ماركت اللي ما فيهوش غلطه، من غير مواد حافظه طبعا بتاعه السوبر ماركت، هنحمي اولادنا منها وهنعمله في البيت زي ما انتم شايفين بالنجاح والجمال ده. خلصت الفيديو بتاعي، كان هدف الافاده، يا رب تكونوا استفدتوا. لو عجبكم الفيديو يا جماعه لايك بقى حلو للفيديو، شيروا بقى الفيديو في كل حته. شكرا ليكم.